بعض الشباب يعانون من حالة تسمى انسداد عنق المثانة الأولي. هذا يسبب لهم صعوبة في التبول مع تدفق بطيء للبول. الكثير من هؤلاء الرجال يستجيبون لأدوية تسمى حاصرات الفن، لكن بالنسبة لمن لا يستجيبون هناك إجراء جديد يمكن أن يوفر لهم فوائد ويعالج المشكلة التي يعانون منها دون أن يسبب أي مشاكل جديدة في آلية القذف لديهم. كما ترون الآن، الإجراء الجراحي لهؤلاء الرجال يسمى شق عنق المثانة، وهناك إجراء جديد يسمى شق عنق المثانة المحافظ على القذف، والذي يمكن إجراؤه للحفاظ على آلية القذف مع إزالة الانسداد. هذا الإجراء يعطي نتائج دائمة وهو بسيط في التنفيذ، ويستغرق حوالي 15 دقيقة تحت تخدير عام خفيف، وغالبا لا يستطيع المريض العودة إلى المنزل في نفس اليوم أو في صباح اليوم التالي. قد يكون هذا الإجراء فعلا نقطة تحول لهؤلاء الشباب أو حتى المراهقين الذين ربما عانوا من صعوبة في التبول لعدة أشهر أو سنوات قبل حصولهم على العلاج النهائي.